السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة. فيديو اليوم راح نعملو طريقة ترسيم موديل كندورة صيفية بالأزرار وأشرطة يعني على الجوانب كما راكم تشوفوا في الفوطو، وفيه يعني الفولار في الرقبة. واش راح نديرو البنات؟ راح نعطيو القماش تاعنا بهذا الشكل. طبعا إذا حبيتو تفصلوا إبازي فصلوا بطريقة الداخل في الخارج. هنا طبعا في العادة الجهة المغلقة تكون للأمام والجهة المفتوحة تكون للخلف. في الموديل هذا راح نعكسو، راح نديرو الجهة المفتوحة للأمام والجهة المغلقة راح تكون للخلف. هنا طبعا راح نتخليو مسافة حق الخياطة نتاع الأمام، يعني 1 أو 2 سنتيمتر للخياطة. هنا راح نجيو أولا نحدو الخلف تاعنا، نحطو القياسات، نصفاو بالكتفين، نزول حدة الإبط، ربع دوران الصدر، ثم ننزل منطقة الخصر، نحدد ربع دوران الخصر ونوصل ما بين خط الصدر وخط الخصر، وننزلو بالقندورة تاعنا إلى غاية الطول المربوط بهذا الشكل. شايفة الصورة راهي تبان لكم. نجي هنا طبعا نطلع مسافة باش متجينيش قندورة مجونحة، نحدد عرض الرقبة 8 سنتيمتر، ننزل ميل الكتف 1.5 سنتيمتر، نحدو منتصف الحردة، نخرجو من الزاوية 3 سنتيمتر، نرسمو الحردة تاعنا. هنا ميلان الكتف. هذا بالنسبة للخلف. راح ننزلو الرقبة الخلفية 8 سنتيمتر. هنا الرقبة يعني عمقو فيها كيما حبيتو. نجيو البانسة الخلف راح ندخلو ب12 سنتيمتر ونطلعو هنا من 10 إلى 12 سنتيمتر وننزلو ب12 سنتيمتر. نخرج هنا ب1.5 وهنا 1.5 ونرسم البانسة، عفوا البانسة الخلفية هنايا نطلعو 14 سنتيمتر البنات وننزلو ب14. كما قلنا البانسة الخلفية راهي تجي أطول من البانسة الأمامية. هنا حددنا الباترون تاعنا، نقصو ونكملو باقي الشرح. هذه الرقبة طبعا الخلفية البنات. من بعد نشوف كيف نعدلو على الأمام. راح نفصلو الأمام على الخلف. هذا قلنا البنات الخلف راح يجينا مغلق. نجي من هنا نحدد لابيس بنفس الطريقة. هنا راح نفتحو لابيس تاعنا البنات لانه راح نعملو فيهم الاشرطه هذوك. راح نقص لابيس تاعي، راح نفتح انا بهذه الطريقه، لكن انتم افتحوا يعني القماش مفتوح. ها انا فقط هنا كعود تاع الورق. هذا الخلف تاخذ تستشفوا الرقبه لي بانس حتى نركبوا الاشرطه. نجيو للامام البنات، راح ندخل هنا مسافه 1.5 سنتيمتر، من 1 إلى 1.5 سنتيمتر في الحردة، ونعدلو في الحردة هذه الأمام البنات. بالنسبة للبنس، حبيتو بنسة عادية، حبيتو قص الأمام، لكم الاختيار. راح نخلي 1 سنتيمتر تاع الخياطة وندخل هنا مسافة 11 سنتيمتر، نطلع ب12 سنتيم وننزل ب12 سنتيم، نخرج هنا 1.5 وهنا 1.5 ونرسم البنسة الأمامية بهذه الطريقة. نزيدو نفتحو لابنسة هذه لانه رايحين نعملو فيها الاشرطه. اللي ما تحبش يعني تفتح لي بانس، تمسك فقط الاشرطه تاعها هذوك ما بين البانسه ومن بعد تروح تخيط. بالنسبه للرقبه قبل ما نفتحو نفصلو اولا الرقبه. راح ننزل هنايا مسافه 17 سنتيمتر، 17 18 مش حبيتو بهذه الطريقه. وراح ندخل هنا 1 سنتيم ونعدل في الرقبه تاعي ما تجينيش مفتوحه، يعني ما تجينيش تهبط لي، يعني هذه الطريقه تجيكم الرقبه متحوفه. هذه هي البنات، هذا البنات الامام. تروحوا تخيطوا هنا في المنتصف ونجيو نعملو الشريط نتاع الشريط هذا.
قلنا عندنا الشريط تاع الفولار هذاك نتوما تطويوه على 2، يكون حوالي العرض تاعو هنايا حوالي 16 سنتيمتر، تطويوها على 2 هكذا بهذا الشكل تطووها. ومن بعد تجيو تخيطوها هنا في الرقبه، تكونوا جملتوا الخياطه تاعكم هذه، تجيو تخيطوها وتبليو بهذا الشكل. هذه بالنسبه الفولار هذاك اللي راهو جاي في الرقبه، نتوما اطويوه على 2 باش تجيكم هنا ثانيه، وتجيو تخيطوه هنا بهذه الطريقه هكذا، تبليوه تخيطوه. ومن بعد تستشفوا الرقبه تاعكم عادي كاي رقبه، نستشفوا الرقبه تاعنا عادي. هذوك الاشرطه اللي راهم على الجوانب البنات يعني راهم من الفولار نفس يعني اللي عملناه في الرقبه. تجيبوا الاشرطه تاعكم البنات يكون طولهم حوالي مثلا 60 سنتيم او 70 سنتيم، نتوما واش حبيتو ديروهم في الطول. تطويو هنايا العرض هنا اديو مثلا 8 سنتيمتر 10 سنتيمتر، نتوما واش حبيتو تطويوها بهذا الشكل. تخيطوا تقلبوا يعني تخليو فتحه تقلبوا منها، ومن بعد تجيو تخيطوا من هنا في البنسه يعني، وتخيطوا من الخلف البنسه تاعكم. هنا نحتاجو 4 اشرطه يعني راح يكونوا 2 للخلف و2 للامام. هنا ايضا نركبوا اشرطه تاعنا بهذه الطريقه هكذا، ونفس الشيء يعني للخلف، يعني ايضا تعملوا الاشرطه نتاعكم للخلف، يعني شريط من هنا وشريط من هنا. من بعد كي تجمل القندوره تربطوا الاشرطه هذوك. هنا بعد ما تخيطوا طبعا تروحوا تزينوا بلي بوطون هذوك اللي شفتوهم في القندوره، وتخليو فتحه هنا اذا حبيتوا تخليو فتحه. بالنسبه للكم البنات راح نشوفوا لكم هذاك كيفاش راح نعملوه. بالنسبه لكم البنات نطول القماش تاعنا على 4. من بعد واش نجي ندي طول الكم تاعي، مثلا انا عندي 25 سنتيمتر طول الكم. ندي العرض يعني العرض راح يكون القياس تاع الحرده هذه، وزيدوا 2 سنتيم نجي نحطها هنايا، نحط العرض تاع الكم تاعي وشحال ما كان. ندخل هنا مسافه 14 سنتيمتر ونعمل ميلان الحرده. الخط هذا البنات راه يساوي طول الحرده هذه، يعني نتوما تقيسوا بالمتر تاعكم تكون واقفه، وتجيو تحطوا هذاك القياس هنايا. نحدد هنا المنتصف، ثم منتصف القطعه هذه نخرج بواحد او 1.5 سنتيمتر ونعمل قوس، ثم نزيد من هنا ندخل بواحد او 1.5 سنتيمتر ونعمل قوس. نجي نحدد طول الزنده تاعي هنايا، مثلا عندي 18 سنتيمتر نجي نحددها هنا. طول قلنا 25 سنتيم، هنا تقدروا تديو 18 تديو 20 نتوما احرار. ونجي نرسم الكم تاعي بهذا الشكل ونقص هكذا. هذا بالنسبة طبعا للأكمام. ها نحدو هنا المنتصف باش يجينا مع الكتف، ونجيو نخيطوهم هنايا. طبعا هنا تعملوا عطفة وتجيو تخيطوهم هنا في الحرده بهذا الشكل. هذا هو الموديل تاعنا تاع اليوم البنات. ان شاء الله نكون افدتكم. كما قلت لكم قطعه الفولار هذه تجملوا الوسط، تخيطوا قطعه الفولار هذه تكون مطويه على 2، يعني تجيبوا قطعه الفولار تاعكم بهذا الشكل تكون عرضها حوالي مثلا 16 سنتيمتر هكذا، مثلا يكون عرضها 16 سنتيمتر. نطويوها على 2 راح ترجع لنا 8 سنتيمتر. نجيو نخيطوها هنا ونعملوا ديبلي بهذا الشكل. هنا كي تعود مطويه تجيكم الخدمه انفينيه هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد نسشفوا الرقبه عادي كاي رقبه، وهنا نزينوا بلي بوطو. هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات. ان شاء الله نكون عطيتكم. اللي ما فهمتش فقط تعاود الفيديو راح تفهم، لانه الموضوع راه سهل وبسيط، فقط شويه التركيز. لبنات جينا لنهايه الفيديو، نقول لكم الى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.